سبحان الله. الجن نفسه بيمرض وبيموت. نعم. الجن نفسه بيتسحر وبيتأذي سبحان الله. زي البشر، ضعيف، كائن ضعيف محتاج لربه. سبحان الله. انتوا لا تتخيلوا ان زمان كان الكفار بيعبدوا قبيلة من الجن، فلما اسلموا الجن فضل الانس لسه بيعبدوا الجن والجن اسلم. لا سبحان الله، قد ايه سبحان الله الفرق. فالشاهد ان لازم نستعين بالله. والله لو استعنتم بالله واخذتم من سنة رسول صلى الله عليه وسلم والله لنجوتم. نعم. مفيش نجاة يا جماعة، يا اللي بقالكم 20 و30 و40 سنة دايخين، مفيش علاج الا بالقرآن والسنة والله. طب شيخ سامي، ناخد مروه من القاهره بسرعه كده. السلام عليكم. استاذه مروه اتفضلي. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. اتفضلي. لو سمحت انا كنت بتكلم، انا يعني تبع حضرتك. اتفضلي. وعندي مشكله. اتفضلي. بس طبعا اخطات زي اي حد. رحت للمشايخ وفهموني ان ده قران ومش قران. كنت بعاني من نفسي. من ايه؟ كنت بشوف الجن وبتكلم معاه، وللاسف كان في ناس كثيره بتحكي لي عن حاجات ممكن لو في مشاكل انا ممكن بحلها، بس ما كنتش اعرف ان انا ماشيه معاهم. انت بتستعيني بالجن يعني؟ انا عايزه حضرتك، يعني اكيد طبعا ان انا بعاني دلوقتي، فيعني عايزه حضرتك يا ريت سؤال بس تقولي اعمل ايه. سؤال بس، انت دلوقتي الجن ده الناس بتجيلك على مشاكلهم والجن بيساعدك على حلها، يساعدهم على حلها؟ نعم. انت الناس بتجيلك عشان عندها مشاكل والجن ده بيساعدها على حل المشاكل؟ انت سامعاني؟ مع حضرتك بقول لك الناس بتجيلك عشان حل مشاكلها والجن ده بيساعدهم على حل ممكن لا بص حضرتك، كان ممكن اي حد بيتكلم معايا في مشكله، يعني بطبيعتي ما اعرفش المشكله. ممكن لما ببقى لوحدي ببقى خلاص كأن حد بيقول لي حل المشكله، فبقول والله تعملي كذا. هو بيتطوع بحل المشكله. بص انا هقول لك ان شاء الله، هقول لك العلاج ايه. خلينا تسمعنا ان شاء الله. اسمعينا عبر التلفزيون بعد اذنك يا مروه. شكرا، بارك الله فيك. بصي انت كده من غير ما تشعري بتقومي بدور الكهانة. ان الشيطان يحيلك بالشيء، فتفضلي في هذه الصورة مستمرة بهذه الصورة. وبدل ما انت مثلا، انا دلوقتي المفروض انصح الناس اما بالقرآن والسنة، او لو ما اعرفش استخير، او لو محتاج حاجة صلاة حاجة. فالشاهد هنا انك لازم تشوفي اذا كان المشايخ اللي هم بيقولوا لك، اللي انت بتقولي المشايخ دول هل يعرفوك بالقرآن فعلا ولا لا. اتأكدي اذا كانت دولك حاجة استحميتي بيها ولا اتبخرتي بيها ولا ورق علقتيه، تخلصي من هذه الاشياء. وابدأي اقرا على ميه، اشربي واغتسلي، الايات اللي احنا قلناها قبل كده اذا كنت متابعانا، ولكن نقولها سريعا. الفاتحة، واتبعوا ما تتلو الشياطين آية 102 من سورة البقرة. تمام. الكرسي آيتين بعدها، خواتيم البقرة من اول آمن الرسول، الشرح، الإخلاص، المعوذات. اقري على ميه، اشربي واغتسلي، وحاولي تنظفي بيتك من الصور والتماثيل. ويا ريتك تكوني لابسه على الاقل اسدال اللي هو الجلباب الشرعي. تمام. ما تسمعيش اغاني، ما يبقاش في خلطه واختلاط بينك وبين رجال من غير المحارم. تمام. وحاولي تشغلي سوره البقره دايما وتسمعيها، ان شاء الله هتبقى زي الفل. وحاولي ما تفتحيش هذا الباب تاني، لان هذا الباب بيخليكي تسمعي كلام الشيطان فيحيلك في قلبك. اصبح انت بدل ما بتستخيري ربنا او ما بتستعيني بالقرآن والسنة، بتستعيني بالايه؟ بالجن. ويستفاد ويستنبط من كلام الاخت مروه ان طبعا كثره اللف والانتقال بين المشايخ، لان احنا قلنا المعالج بالقرآن نادر، المعالج الحقيقي يعني. فهي لما تروح لاكثر من معالج، ربما ان هي بتاخذ افكار مش كويسه من البعض وتعيشها وتتمثل بها فتجلب نفسها الاذى. طب ناخد ام احمد بالمره وبعد كده ناخدهم مع بعض. السلام عليكم يا ام احمد. ام احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي ام احمد. من هنا اتفضلي. اهلا باهل هنا. ممكن نكلم الشيخ لو من فضلك؟ الشيخ سامعك، اتفضلي. انا كشفت عند دكاتره كثيره في سوهاج، ما خلتش ورا دكتور. وبعد ذاتي رحت بعد ذات المشايخ كثير، والمشايخ ما تقول لي، اللي يقول لي سحر، اللي يقول لي عندك قلق، معديني قلق كثير يا شيخ والله. اللي بتعاني منه يا ام احمد؟ ايه المشكله؟ ايه اللي انت بتعاني منه؟ مشكلتك في ايه؟ انا معديني قلق كثير، معديني قلق كثير يا الشيخ والله. بس طيب بصي، القلق انت في بيتك صور متعلقه؟ في صور؟ معديني صداع كثير وانا رحت المشايخ كثير. الصداع من التحويط، ان هنرد عليه عن طريق التلفزيون. طب احنا شكرا على اتصالك يا ام احمد، وان شاء الله تابعينا عبر التلفزيون. بصي يا حاج ام احمد، كل اللي بيشتكي بصداع دايم مستمر بيبقى زي الشواكيش في الدماغ كده. نعم. او
نغزة في الصدر أو ضيق في الصدر أو خنقة أو تقل في الكتاف أو تقل في الإيدين والرجلين أو ألم في سلسلة الظهر، كل ده أو حاجة بتمشي في جسمه، كل ده بسبب الإيه؟ الحجبة والتحويط. نعم. كل اللي أنت بتقول عليهم مشايخ دول مش مشايخ، ما أنت في هنا كل اللي أنت مريت عليهم دول مش مشايخ، إلا لما راح ربي إذا كنت مريت على واحد بيعالج بالقرآن بجد. تمام؟ فالشاهد يا حاجة والله أنت تقدري تعالجي نفسك. نعم. ممكن يكون عندك كان في البداية شيء عضوي، ولكن انت بذهابك للصحراء والناس اللي انت بتقول عليهم مشايخ دول بيجي لك حاجات تانية، اوجاع تانية، والوجع بيثبت، واصل المرض حاجة بسيطة ممكن لو كنت رحت للدكتور من الاول كان ريحك. نعم. ضغطك على المشايخ دي مشكلة. انت اللي انا قلته تقري على مية وتشربي وتغتسلي لمدة كذا يوم كده مثلا من 5 ل 7 ايام ولا حاجة. تمام؟ ان شاء الله هتبقي زي الفل. شيخ سامي لو قلنا لها روشته برضه سريعه، سوره البقره، ذكر الله، يعني الصور اللي على الحوائط تتخلص منها، بحيث ان احنا ندي برنامج للجيل كله. انا ان شاء الله يعني ناوي اذا ربنا اراد ان شاء الله بدءا من الحلقه القادمه هنعمل اخر 10 دقائق حصون. تمام. تحصينات جميع التحصينات. طيب ونذكر الساده المشاهدين بمناسبه الكلمه دي ان الحلقه القادمه يعني الثلاث ان شاء الله بعد العشاء وليست الجمعه، لان الثلاث والجمعه هي حلقه خرس الشفاء على الهواء مباشره. طيب فضيله الشيخ سامي نستكمل حديث سيدنا هذا الحديث سيدنا عبد الله بن مسعود. فهي بتقول ان هو كان كراهية ان يهجم منا على شيء يكره. قالت وانه جاء ذات يوم فتنحنح. قالت وعندي عجوز ترقيني من الحمرة، مرض بيصيب الجلد يعني. تمام. فادخلتها تحت السرير فدخل فجلس. شوف دايما النساء عارفة ان هي بتعمل حاجة غلط. سبحان الله. فدخل فجلس الى جنبي فرأى في عنقي خيط. قال ما هذا الخيط؟ قالت خيط ألقي لي فيه. قالت فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. قالت فقلت له فقلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، كانت عينيها وجعها. فكنت أختلف إلى فلان اليهودي في المدينة يعني يرقيها، وكان إذا رقاها سكنت. قال إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخس بيده يعني الشيطان ينخس صباحها بصباعه في عينيها لما ما تترقاش، وأول ما يرقيها اليهودي يوقف يشيل. يعني هو أساسا الشيطان سبب المشكلة، هو سبب المشكلة. وهنقول برضو حاجة الناس بتعملها دايما، سكنت. قال إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء لشفاءك الشفاء لا يغادر سقما. شفتوا بقى الكلام الجميل؟ الله. هي دي الخلاصة ما شاء الله. هي دي الخلاصة. الكلمتين دول رقية زي دي تكفيك من كل شيء بإذن عز وجل، من كل ألم. إنما بقى تربط لي فتلة عشان إيدك مقصوعة صوف، ده شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيط شرك. تلبس لي اسوره نحاس، ده شرك شرعا لا يجوز، لان ده مش دواء. تمام. حتى اللي بتدعى في الصيدليات دي شرعا لا يجوز. نعم. ده مش دواء. الدواء ان انت تتعاطاه بالفم او تاخده في حقنه، شرطة محجم، فصد، كي. الدواء معروف. انما عمر ان انا اعلق شيء او البس شيء ما يكون دواء، ده مش دواء، ده شرك. لان انا لو انا عندي الم في ظهري والالم اشتد عليه هدور على الاسوره دي زي المجنون، هدور على الفتله زي المجنون. لذلك اللي ايده يقول لك انا ايدي مفكوكه، يا اللي ايدك مفكوكه بالله عليك الفتله هتمسك ايدك. عارف لو رابط رباط ضاغط ماشي جائز، هذا الامر جائز، اسمها كبيره. نعم. بان هي هتمسك المفصل عشان ما يتفكش. انما ايه اللي بيخلي مفصلك تحس ان هو ارتاح؟ الشيطان، زي ما قلنا بالظبط في الحديث. طب شيخ سامي، احنا لم تبقى معنا الا دقيقتان، نود ان احنا والواحد تعود سبحان الله في الحلقات الاخيره ان الوقت ينسحب من بين ايدينا سريعا دون ان نشعر به، فنود ان احنا نوجه الكلمه للساده المشاهدين على امل ان نستكمل معهم ان شاء الله يوم الثلاثاء في وصيه سريعه. والله يا جماعه انا يعني خلاصه عمري ما فيش افضل ولا احسن من التمسك بالقران والسنه. مش كلام، مش كلام حديث او كلام يتقال في التلفزيون وخلاص بعد ما تسمعه تبكي لك شويه ولا تتاثر حبه بعد كده ترجع زي ما كنت. لا.